هو البيزنس ديفلوبمنت سيلز ولا ماركتنج ولا استراتيجي ولا الثلاثه مع بعض؟ لو رجعنا سريعا للتاريخ هنلاقي ان في الخمسينات والستينيات ظهر اول كلام جاد عن النمو، وانه مش صدفه بل قرار واستغلال فرص. ومع تطور الشركات في السبعينات والثمانينات ابتدى يظهر احتياج لفريق وقسم يمسك الحاجات اللي مش بتدار لا بالسيلز ولا بالماركتنج، زي الشراكات والتحالفات ودخول الاسواق الجديده وغيرها. وده كان اول ظهور رسمي وقوي لان البيزنس ديفلوبمنت يكون قسم رسمي جوه شركات. وبكده نعرف ان السيلز دوره ان هو يقفل الصفقه، والماركتنج دوره ان هو يخلق الوعي والطلب بالقيمه اللي احنا بنقدمها كشركه، والاستراتيجي هي اللي تحط الاتجاه. بس كان ناقص حد يحول الاتجاه لفرص واستراتيجيات نمو تتنفذ على الارض. الخلاصه، البيزنس ديفلوبمنت اتعمل كوظيفه عشان الشركات احتاجت حد يحول افكار النمو لاستراتيجيات تتنفذ على الارض وايراد مستدام ابعد من البيع المباشر. لو عايز تطور شركتك او كاريرك بتطوير الاعمال، فولو لايك وهظهر لك تاني.